جون مش عارفين نجيب جون. يلا حصل خير. السلام عليكم، ازيك يا اخويا الاهلاوي؟ عامل ايه؟ طمنا عليك. عارف انك زعلان، لكن برضو وسط الزعل ده برضو لازم الواحد يقول ليه واللي عليه. لعيبه النادي الاهلي انا بشكرهم النهارده على المباراه اللي هم عملوها، عملوا مباراه كبيره. محدش اثر باستثناء كام لاعب، يعني أنا عندي بالنسبه لي امام عاشور واكرم توفيق، دول الرجاله دول يجوا على جنب، دول بصراحه النهارده ما اثروش خالص. امام كان في كام كوره كده كانت قراراته فيها غلط، كان ممكن يباصي او يعمل حاجه احسن من كده، كان بيختار قرار التسديد. لكن في المجمل اداء هو واكرم توفيق شابوه بصراحه، ولا حد يقدر يقول كلمه. اجي بقى على السؤال اللي انا كاتبه لك، اللي هو مين السبب في الخروج ده؟ هل هو علي معلول ام مستر كولر؟ ارجع معاك شويه واقول لك حتى الشناوي الغلطه اللي غلطها في مباراه الذهاب، وان انت دخل فيك هدف كان ممكن تتفاداه، لكن برضو 1-0 في الاخر في المجمل، يعني تتعوضوا. يعني النادي الاهلي مش عارف يجيب جونين ثلاثه. هتقول لي مستر كولر برضه في مباراه الذهاب غيرت، اقول لك برضه الراجل في المجمل المباراه ما هربتش منه. كان بيلعب تحت الكوره وكان سايب الاستحواذ لصن داونز، لكن الراجل في الاخر راجع مغلوب 1-0 بس، وبجون كمان ما يوصلش عنه كان ممكن يتفاداه. مباراة النهارده الحاجة الوحيدة اللي كانت ممكن تتاخد عليه وهي انه يبدأ بمحمد هاني على حساب اكرم توفيق، لكن الراجل بدأ بأكرم توفيق باستثناء كده كله زي الفل. رضا سليم المباراة اللي فاتت كان بعيد عن مستواه، فبدأ بحسين الشحات منطقي جدا لحد كده وزي الفل. نيجي بقى عند علي معلول. علي معلول انا ما عنديش مشكله انه ضيع ضربه الجزاء. علي معلول انا بشيله مسؤوليه الخروج ده. هتقول لي عشان ضربه الجزاء ده، هقول لك لا. ما بعد ضربه الجزاء ما تضيع يا عم ضربات جزاء زي ما انت عايز، ضيع 20 ضربه جزاء، ايه المشكله؟ لكن ان هو كنت قاعد بتفرج، ابويا كان قاعد جنبي، قلت له ضربه الجزاء دي لو ضاعت الموضوع انتهى وعلي معلول فصل شحن خلاص. علي معلول احنا كجماهير النادي الاهلي حاطينك يا علي في مكان من اساطير النادي، فما ينفعش ان انت لعيب بقيمتك وبحجمك مجرد ما يضيع ضربة جزاء او مثلا يتسبب في هدف زي ما حصل في ماتش الوداد في البداية هنا في النهائي الافريقي، فصلت شحن. ما ينفعش، انت لعيب كبير، لعيب خبرة. ازاي انت مجرد ما يخش جون خلاص بتهر والموضوع انتهى؟ فالخروج النهارده من وجهة نظري بعد اضاعه ضربه الجزاء ان علي معلول خلاص فصل شحن. شفت بقى لما كنا عيل صغيره لما كان ما يعجبناش التحكيم ناخد الكره ونقول له ابويا عايزني هروح، نفس الفكره. علي معلول خلاص خرج بره المباراه خالص ومش عايز يكمل. انا كنت هحترمه زياده لو جه بين الشوطين كان طلب التغيير، لان لو تلاحظ دليل كلامي ان جايب لك رامي ربيعه بيواسيه، اكرم توفيق بيواسيه، محمد عبد المنعم بيكلمه، كله عمال يطبطب عليه ويحاول يشد بأزره. انت لعيب كبير، انت تاني كابتن للفرقه بعد الشناوي، انت اللي المفروض تقوم اللعيبه دي مش اللعيبه اللي تقومك. هو بقى امتص من طاقه الجماهير ومن طاقه اللعيبه والجهاز الفني، بقى كله مشغول بانه يواسيه ان ضربه الجزاء خلاص عدت مش مشكله نكمل. انت استنزفت زمايلك في الملعب بحته ان انت بعدها مفيش باصه صح، كان كل الكور مقطوعه وكل الكور غلط طالعه من رجلك، فانت اخدت طاقه، استنزفت طاقه زمايلك في الملعب بحته ان هم عايزين يجيبوا جون، بقوا مضغوطين ومضغوطين زي عايزين يجيبوا جون عشان يخرجوك من الحاله اللي انت بقيت فيها، فانت بقيت عبء على الفرقه. رغم ان برضو من ضمن الحاجات اللي مش مزعلاني على الخروج حاجه واحده، انت كنت رايح النهارده هتقابل مين؟ هتقابل الوداد المغربي، يعني روح للحاج فوزي لقجع تاني. هم دلوقتي ربنا يكرمهم يقعوا في بعض، دلوقتي نادي صن داونز اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي يملكه، ونادي الوداد المغربي اللي هو نائب رئيس الاتحاد الافريقي انتمائه ليه. لما نشوف بقى الاثنين دول هيصفوا يوم مين اللي هياخد فيهم اللقب. فانا بتكلمك على الاداء النهارده، لا انا من وجهه نظري ان علي معلول بعد اداء ضربه الجزاء هو السبب الرئيسي في انه حالته المعنويه هبطت، لان هو امتص روحهم المعنويه. انت بادئ اول 10 دقائق زي الفل، زي الفل، وبوجهه نظرك كان اي حد تاني يلعبها. يعني لما انت علي نفسك عارف ان هي لو ضاعت انت هتشيل الليله، كان اي حد غيرك يلعبها. انا شفت كهربا مسك الكوره قلبي وقع، لكن كان في امام عاشور، كان في حسين الشحات، كان في محمد عبد المنعم، كان في رامي ربيعه، في حلول تانيه. انما انت يا كولر عارف ان علي معلول لو ضيع ضربه الجزاء انت خسرته، يبقى ما يلعبهاش. انت عارف علي معلول ده خلاص كده هتشيل الفيش عنه لو ضربه الجزاء دي ضاعت، وده اللي حصل. ماشي خلاص لعب وهو رقم واحد، ولما رقم واحد في الفرقه يضيع يعني. انا برضو علي طريقه تسديده للركله غريب، في نص الجون فوق، ما تحطها بقوه في اي زاويه فوق زي ما تيجي، حتى لو طلعت بره لو جت في العرض يبقى انت عملت اللي عليك، انما انت تحطها ضعيفه قوي في الارض. اروح حتى معاك لنقطه مستر كولر قالها في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. قال لك ايه؟ ان هو شايف ان اللعيبه ما قصرتش. يعني اقول لك اللي قاله، مفيش حاجه في الكوره اسمها انك تكسب على طول، جزء من الثقافه ان هيجي يوم وتتغلب فيه، مش هتكسب في كل وقت. النهارده كنا الفريق الافضل والمسيطر على المباراه، عملنا كل حاجه في الكوره، مش عايزها تدخل الجون.
انا هدافع عن لعيبتي وهحميهم. النهارده عملوا كل حاجه ومحدش بخل بنقطه عرق، وكان ناقصهم فقط التوفيق. فمستر كولر مش معنى كده كله زي الفل، لا، اللي برضه في شويه حاجات علامات استفهام. اولها بالنسبه لي مروان عطيه. مروان عطيه مش عارف يجيب مستواه، يا عم مصمم عليه ليه؟ مروان عطيه النهارده اغلب كراته ميس باص ووحشه جدا. مروان افتقد اللي كان بيميزه الموسم اللي فات، وهي حته ان الكره بتطلع من رجله لقدام وبتبقى بدايه هجمه. دلوقتي الكره لورا، ويا ريت لورا عدله لزميلتي بتتقطع وبتيجي علينا هجمه خطره. جون ماتش الذهاب كان هو بدايه الغلط، والنهارده برده كانت هتتكرر تاني. فمروان يا عم انت عندك غيره، ما تدي احمد نبيل كوكا، اكرم توفيق كان ممكن نفسه تديله في نص الملعب. فانت عندك اختيارات كتير. صلاة النبي انت احسن نص ملعب في افريقيا، مش عارف مروان مش قادر يجيب مستواه يريح. بيرسي تاو في المجمل اداء برده كان كويس، يعني عمل اللي عليه الراجل بصراحه. عندك مين تاني كان كويس؟ محمد عبد المنعم برده في حته الانا، حته عايز يبان ان لعيب جامد. في كوره قاعد يرقص لحد ما وصل نص الملعب وفي الاخر راح مرجعها لورا. طب لازمتها ايه؟ يعني كوره قاعد يرقص وراح مرجعها رامي ربيعه. طب انت يا عم عارفين انك، والله العظيم عارفين انك لعيب جامد، قسما بالله عارفين انك لعيب جامد، ورحمه امي عارفين انك لعيب جامد. نلعب السهل يا عبد المنعم. فموديست ده خلاص كده مقلب واحنا شربناه. حتى سوزا نفسه اللي هو كان هيموت عليه ده، انا النهارده بقيت عندي شك ان يكون لعيب جامد راخر بعد ما شفت ده اللي انت كنت مصمم عليه وجبناه. سوزا اللي انت كنت عمالي برضو تقاتل عايز النادي الاهلي يجيبه، دلوقتي انا بقيت شاكك ان سوزا ده لعيب جامد اصلا، لان انا شفت العينه خلاص. ففي الاخر قدر الله ما شاء فعل. هي البطوله دي بقى انا منتظر من النادي الاهلي قرار بعدم المشاركه فيها تاني، وده اللي انا متوقعه. في فيديو انا عامله لك قبل كده، الاتحاد الافريقي نفسه بيتلكك مش عايز البطوله دي تلعب تاني. فانا اتوقع ان اداره النادي الاهلي البطوله دي لما تيجي تقترح تاني مش هيشارك فيها، لان هي توقيتها غريب. كل اللي انت استفدته من السوبر الافريقي دي انك اهو ما كملتش وما وصلتش النهائي، وخسرت لعيب مهم جدا عندك زي رضا سليم، هتخسره لمده على الاقل شهر ونص. ففي النهايه قدر الله ما شاء فعل، مش مشكله، الموسم ما انتهاش. يعني عندنا الاهم، عندنا دوري ابطال افريقيا وعندنا كاس العالم للانديه، ده اللي انت دلوقتي محتاج ان انت تجهز له. هو المفروض ان دلوقتي عندك مباراه مع نادي المقاولين يوم الاحد الجاي، مش عارف هتتلعب في ميعادها ولا هتتاجل، بس اعتقد ان هم ما صدقوا ان النادي الاهلي خرج النهارده عشان ايه يلعب اللي متاجل له، او يلعب ماتشين من الجدول علشان ما يتكومش كتير عشان يقدروا يخلصوه في الميعاد. فنركز في اللي جاي وان شاء الله خير.